انت عارف ان الزمالك بكره هيكسب بيراميدز وياخد كاس مصر، بس لو لعب بالخطه دي. تعال اقول لك العب ازاي. 4-3-3 هي دي الخطه الوحيده اللي الزمالك يقدر يكسب بيها احسن فرقه في افريقيا بتلعب كره السنه دي. الخطه كالاتي: في حراسه المرمى محمد عواد عشان بيلعب برجله كويس عن محمد صبحي، قلوب الدفاع صلاح مصدق وحسام عبد المجيد، ناحيه اليمين عمر جابر، ناحيه الشمال بنتايج. في نص الملعب معركه لازم ان الزمالك يتفوق على بيراميدز فيها تكتيكيا وفنيا ونفسيا. فهلعب بمحمود جهاد، محمود جهاد لانه ديفندر على اعلى مستوى، بيلعب كوره وديستوريتور كويس وانا محتاجه في التحولات اللي بتعملها بيراميدز وفي التلت بتاع الملعب اللي هيهاجم منه بيراميدز. تمام. محمد شحاته واحمد فتوح وناصر ماهر وعبد الله السعيد، وقدام الاسطوره ناصر منسي. طب ازاي بقى الخطه هتقوم كالاتي؟ انا دلوقتي بدافع، يبقى هلعب ب 4-3-3. تمام. وعندي ناصر ماهر وعندي عبد الله السعيد هيضغطوا لي على قلوب الدفاع بتاع بيراميدز عشان ما يخرجوش بالكوره، واللي هقابل باكات احمد فتوح ومحمد شحاته، ومقابلهم مين؟ محمود جهاد في نص الملعب. طيب وانا بهاجم؟ لا، وانا بهاجم خش يا ناصر كده انت وعبد الله، يتحول عبد الله هو اللي هنا كصانع لعب، ويبتدي محمد شحاته يجي لي هنا واحمد فتوح، وانا كده فردت بقيت بلعب بكام؟ ب 4-1 4-1. فهل انت شايف بعد الكلام اللي انا قلته لك ده كله، وبعد الخطه اللي انا حطيتها، والتحميل بتاع اللعب اللي هيحصل هنا، وبنتاجه هو جاي كده وفتح على احمد فتوح وعاملين جبهه هو ناصر ماهر، تمام، واحمد فتوح وبنتايج، والناحيه الثانيه عمر جابر وهو جاي على محمد شحاته ومال عليهم عبد الله السعيد وعاملين مثلث هنا، هيقدر الزمالك فعلا يكسب بيراميدز؟ ولا بيراميدز السنه دي ناوي على ثنائيه من اللي هي